عدى اكتر من شهر ونص ونهى بتعمل دايت وملتزمه جدا، بس كل لما تروح توزن تلاقي نفسها ما بتخسش وهدومها لسه ضيقه عليها ولسه اخواتها شايفينها مقلبظه زي ما هي، لحد ما قررت تشتري ميزان في البيت لانها شكت في ميزان الصيدليه وبرضه لقيت نفسها مش بتخس. الله، هو الدايت مش شغال ولا ايه؟ جات لي للعياده وهي بتعيط وسالتها هو انت بتعملي ايه؟ قالت لي انا قللت الاكل. بس كده؟ قللتي بس الاكل؟ الدايت مش مجرد انك تحرمي نفسك من الاكل، الدايت ده تغيير كامل لللايف ستايل بتاعك، وده معناه انك لازم تهتمي بباقي جوانب حياتك. زي ما بتهتمي انك تقللي الاكل لازم تهتمي انك تشربي ميه بشكل كافي، او انك تثبتي وقت للرياضه في يومك حتى لو انت هتتمشي نص ساعه بس، واهم حاجه تنامي عدد ساعات كويس وخصوصا بالليل لان الحرق بيبقى اعلى في ساعات الليل. وطبعا مش هنضحك الناس علينا وناخد نظام الدايت بتاع جارتنا، لازم يكون النظام خاص بيكي انت. واخيرا اجلي الدايت لو انت مش في افضل حالاتك النفسيه دلوقتي، علشان مهما حرمت نفسك من الاكل وعملت كل التعليمات الباقيه، التوتر والضغط العصبي هيقللوا عمليه الحرق عندك وهتبقى حزينه وتخينه وكمان ما بتاكليش. ولو قررت تعملي دايت لازم يكون عندك اراده انك فعلا عاوزه تخس وما تصغرناش بقى. ولو الدايت مش شغال معاكي كلمينا على رسائل الصفحه واحنا هنرجع نشغله تاني.